شخصيات حموية كردية. أعلام في سطور. العميد أحمد فيصل شيشكلي، أول رئيس لرابطة المحاربين القدماء. من المعروف أن رابطة المحاربين القدماء تضم كافة ضباط الشرطة والجيش المتقاعدين. إن القسم الأول من حديثي هذا منشور في جريدة الفداء بالعدد الصادر في 4 تشرين الثاني عام 2018. أما القسم الثاني فسأقوم بسرده عليكم بعد أن حصل تحرير البلاد من النظام البائد. ذلك أنه في عام 1980، وحيث أن المرحوم أحمد فيصل الشكلي هو شقيق الشهيد الدكتور عمر الشكلي الذي تكلمت عنه سابقا، فقد تعرض للملاحقة، كما كان النظام البائد في حينها يقوم بقتل جميع عائلة المعارضين، مما حدا بأحمد فيصل الشكلي للتخفي ومغادرة البلاد سرا إلى ألمانيا، حيث بقي هناك إلى أن وفاه القدر عام 1022 عن عمر بلغ 100 عام. تنويه: لم أستطع الحصول على صورة للعميد أحمد فيصل الشكلي رغم طلب ذلك من ابن شقيقه رندا مرارا، لكنني استطعت الوصول إلى تلك الصورة التي تجمعه ببعض أصدقائه، والصورة مأخوذة في عام 1945، ويظهر في الصورة وهو واقف بمنتصف المجموعة. هلا نبلش بحديثنا عن العميد أحمد فيصل شيشكلي. أحمد فيصل ابن عبد القادر شيشكلي من مواليد حماة 1922. تابع دراسته في حماة حتى حصوله على الشهادة الثانوية عام 1941. انتسب في نفس العام إلى الكلية الحربية، حيث تخرج عام 1943 برتبة ملازم في الدرك. وفي عام 1958 تم توحيد قوات الدرك والشرطة. تدرج في الترفيه حتى وصل إلى رتبة عميد في الشرطة، وكان آخر منصب شغله هو قائد شرطة دمشق. تم إحالته على التقاعد في شهر تموز عام 1963، يعني بعد 8 آذار، في ظل حكم البعث. في 26/3/55 صدر إعلان عن محافظ مدينة دمشق الممتازة يقضي بتأسيس جمعية المحاربين القدماء ومركزها الرئيسي في دمشق. في عام 1957 تم تبديل اسم الجمعية ليصبح رابطة المحاربين القدماء وضحايا الحرب. في عام 1971 تم تأسيس مجلس فرع رابطة المحاربين القدماء في حمام، حيث أصبح العميد المتقاعد أحمد فيصل شيشكلي أول رئيس له، واستمر رئيسا لفرع الرابطة بحمام حتى عام 1979 ليخلفه اللواء المتقاعد برهان الملكي. مع تحيات المحامي معتز البرازي.